هل في نظرك أن ليونيل ميسي هذا الموسم هو أفضل لاعب في العالم أم هناك لاعب آخر؟ اكتب في التعليق. السلام عليكم، مرحبا بكم إخواني أخواتي في مقطع جديد. مقطع اليوم إن شاء الله غادي يكون عبارة عن ردة فعلي على جميع أهداف ميسي هذا الموسم في سنة 2019 في الدوري الإسباني. وقبل بداية المقطع لا تنسوا الصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ثاني شيء اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. بلا ما نطول عليكم يلا نبداو اخواني جميع اهداف اليوم ميسي، وفي الاخير نقول لكم هل هو حقا افضل لاعب في العالم هذا الموسم ام لا. بلا ما نطول عليكم يلا نبداو ردة فعل. وعلى بركة الله يا اخواني، اول اهداف اليوم ميسي من ضربة خطأ. اتوقع ان هذا الموسم اكثر لاعب سجل من ضربات خطأ هو اليوم ميسي، تقريبا عنده 3 اهدافه من ضربات الخطأ. يعني هذا الموسم ولا الموسم الماضي كان خرافي في ضربات الخطأ، كان خرافي بشكل كبير في ضربات الخطأ. شوف 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 كيف حطها له. شوف يعني كما قلت ميسي يعني 3 اهدافه في ضربات الخطأ او من ضربات الخطأ. يعني ولا لاعب مسجل اكثر منه في ضربات الخطأ هذا الموسم، ولا لاعب مسجل اكثر منه من ضربات الخطأ. يعني ضربات الخطأ يعني بشتى الانواع، يعني كل ضربة خطأ تنسيك في ضربة خطأ اخرى، كل ضربة خطأ او فاول ينسيك فاول اخر. صراحة يا اخواني هذا هدف ثاني في نفس المباراة على ما اظن ضد ليغانيس. يعني هذا الموسم ميسي يبدع، هذا الموسم تقريبا في كل مباراة عنده هدف أو هدف ونص أو هدفين تقريبا. شوف 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 جابوا على ظهره، جابوا على ظهره. الله عليك يا ميسي، الله عليك يا ميسي، الله عليك يا ميسي. شوف 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 أتوقع هذا الفريق يا إخواني ويسكا، أتوقع ويسكا هذا الفريق في نفس المباراة، في نفس المباراة يا لاعب، في نفس المباراة. الله عليك، في نفس المباراة ميسي يبدع، في نفس المباراة. ثاني مباراة يا إخواني هدفين في كل مباراة. ثاني مباراة كما قلت يعني يا إخواني صراحة في كل مباراة على الأقل يسجل هدف، على الأقل يخرج مسجل هدف أو هدفين أو هاتريك. جيرونا هذه الهدف يا إخواني، وهذه المباراة شاهدتها، هذه المباراة شاهدتها، هذه المباراة شاهدتها. تمريرة من فيدال وحطها له ميسي في الشباك، تمريرة من فيدال وميسي بذكاء. شوف شوف كيف حطها، شوف على ياسين بونو، على ياسين بونو، على حارسنا المغربي. لكن يبقى افضل حارس يا اخواني في المغرب حاليا ياسين بونو، من بين افضل الحراس في المغرب، ولما لا يكون بين افضل الحراس، يعني 20 حارس او 25 او 30 حارس في العالم. الله عليك، الله عليك، هدف في غايه الروعه. شوف 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 اتوقع ضد فالنسيا. شوف 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 تسديده خارج مربع العمليات حطها له في الشباك. يا لاعب يا لاعب يا ميسي يا لاعب. كما قلت يا اخواني في نهايه المقطع نقول لكم هل ميسي الان هو افضل لاعب في العالم ام لا. يعني دائما اخوان الجوائز يعني تكون، الله عليك، دائما اخوان الجوائز تكون يعني على الارقام الجماعيه اكثر من يعني من الارقام الفرديه. شوف 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 هذا ضد اشبيليا، ضد اشبيليا. الله عليك، الله عليك، قلبه حطها له في الجهه اليسرى. يعني هذا هو تخصص ميسي، هذه الاهداف اللي يحبها ميسي، وهذه طريقه يعني اهداف ليو ميسي. ضربه جزاء، اول ضربه جزاء عنده، اول ضربه جزاء عنده لحد الان يا اخواني. با 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 1 2 1 2 1 2 1 2. اتوقع بدات من ميسي ومشات عند فيدال وفيدال لميسي. اتوقع ان هذه المباراه 4-3، يعني لم اشاهد هذه المباراه، يعني صراحه فلت افضل مباراه اتوقع في الدوري الاسباني بعد مباراه فيا ريال وبرشلونه. يعني تقريبا اظن ان افضل مباراه هي برشلونه وفيا ريال. يعني بارسا سجل هدفين، ثاني ضربه خطا، ثاني ضربه خطا له في هذه الملخص او في هذه الاهداف ديالو. لا 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 تقريبا في نفس المباراة، في نفس المباراة 2 ضربات خطأ. لا 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 مستحيل، مستحيل يا ميسي. شوف هذه، شوف هذه بعيدة، هذه بعيدة. لا 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 يا ميسي، لا لا يا دييغو لوبيز، لا لا يا دييغو لوبيز يا المدريدي السابق. لا 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 لا، يعني ضربة خطأ ما تدخلش عليك بهذه الطريقة. شوف 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 شوف، الله عليك يا ميسي، الله عليك يا اليوم ميسي. في نفس المباراة ثاني ضربة خطأ أو ثالث ضربة خطأ عنده في الملخص كامل. ضد ليفانتي، هذا ضد ليفانتي بين اقدام الحارس. لاعب او لاعبين ضد ميسي صعب انهم يوقفوه، يعني خصوصا الى هرب، خصوصا يتمكن من الكره. الله عليك، الله عليك، هذه الكرات اللي يفضل صراحه، هذه الكرات اللي ما يضيعهاش، هذه الكرات اللي تقريبا مثل ضربات الجزاء، يعني تجي خصوصا في القدم اليسرى. شوف 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 يا لاعب، يحطها بكل سهوله، يحطها بكل سهوله. صعب على اي حارس يشد مثل هذه الكرات، صعب على اي حارس يشد يعني او يمسك مثل هذه الكرات عن طريق ليو ميسي. شوف 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 شوف، يعني هذا الموسم ميسي او فيدال يعني عاطي اسيستات كثيره ليو ميسي.
بالنسبه للاهداف. الله عليك، الله عليك يا جوردي ألبا، الله عليك يا ميسي والإيمان، الله على تمريره من جوردي ألبا، لكن هدف في غايه الروعه. شوف التمريرات، شوف يا لعيب يا لعيب يا جوردي ألبا. يعني صراحه يا اخواني كاين تفاهم كبير بين جوردي ألبا وليو ميسي في برشلونه، كاين تفاهم كبير بين جوردي ألبا وليو ميسي في برشلونه. يعني اتوقع اكثر لاعبين متفاهمين مع بعض في برشلونه هو ميسي وجوردي ألبا، من بعد ميسي سواريز، ومن بعد ممكن نقولوا يا اخواني ميسي بوسكيتس او ميسي ارثور ممكن. يعني يفعل في الدفاع كما يشاء، يفعل في الدفاع كما يشاء يا اخواني، ميسي يفعل في الدفاع كما يشاء. شوف لكم يا اخواني صعب على مدافع ومدافعين يوقفوا ميسي. هذا الشيء يا اخواني يعني وهذا الامر كل شيء يعرفه، هذا الامر كل شيء يعرفه، لكن عندما يهرب ميسي صعب توقفه، صعب. با 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 شوف طريقة كيف حطها له، شوف طريقة كيف حطها له، شوف طريقة كيف حطها له، شوف. لا بزاف اقسم بالله بزاف. السكوت افضل. على ياسين بونو، لا يا بونو، لا يا بونو، لا ما يتماركش عليك مثل هذه الاهداف، لكن ما عنده ميديا صراحه. اذا راسه راس ميسي. ثاني ضربه جزاء. النتيجه الشوط الثاني اللي بدا بحماس 18 با تفرج في هذه المباراه يا اخواني، فالنسيا وبرشلونه. اتوقع ان البارسا كان منهزم وجاب التعديل ميسي. شوف الله عليك يعني طريقه اهدافه يا اخواني صراحه تبهر، طريقه اهدافه تبهر كما قلت يا اخواني. الجهه اليسرى المفضله عنده، ثالث اهداف ضربه جزاء. شوف هذا الهدف، شوف. الله عليك صراحه يا اخواني، من بين افضل اهداف هذا الموسم، اتوقع يا اخواني هذه المباراه اذا شاهدتها كان البارسا انهزم على ما اظن بهدف او هدفين على ما اظن، وعاد ميسي في النتيجه وفازوا ب4-2. هي ايضا يا اخواني تعتبر من بين افضل مباريات هذا الموسم في الدوري الاسباني. لكن شوف طريقه الهدف، شوف على الطاير، هذا هدف التعديل، يا لعيب وبالقدم اليمنى، بالقدم الضعيفه يحطها في الشباك. هذا الثالث. يا الله عليك يا ميسي، الله عليك يا ميسي، الله عليك يا ميسي. رابع ضربة خطأ. هذه المباراة حضرتها يا اخواني 4-1. كان سجل هدفين اتوقع وهاتريك، كان سجل هدفين يعني ما تذكرش يعني عدد الاهداف اللي سجل، لكن يا اخواني هاتريك، كان سجل هاتريك على ما اظن، لكن كان هنا افضل هدف اتوقع حد الان في الدوري الاسباني عن طريق ليو ميسي، هو الهدف الاخير على ما اظن، هو الهدف الثالث. غادي نشوفوا يا اخواني الهدف الثالث، الطريقه اللي سجلها خطا حطها. هذا الهدف الثاني كان نهائي الشوط الاول، لفريق برشلونه 2-0. هذا الهدف يا الله خلى جماهير ريال بيتيز تصفق ليو ميسي. كما قلنا يا اخواني في ملعب ريال بيتيز، صراحه يا اخواني بدون نفاق يعتبر افضل هدف في الدوري الاسباني هذا الموسم، وممكن يكون من بين افضل الاهداف في العالم، لان كان صراحه كاين اهداف جميله وهدف في غايه الروعه، لكن ما نقولش افضل هدف في العالم حاليا، لكن من بين افضل الاهداف في العالم، شوف. 5 ضربات خطا. يا الله لكن اتوقع خطا من المدافع، لكن طريقه ذكيه حطها في الشباك. 5 ضربات خطا لليو ميسي، 5 ضربات خطا لليو ميسي هذا الموسم. شوف يا الله عليك. فينيش اتوقع هذا هو اخر هدف. الفينيش اتوقع هذا هو اخر هدف.
في مباراة ريال بيتيس، نعم، في مباراة اسبانيول، في مباراة ديربي برشلونة. شوف 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 حطاله في الشباك. شوف 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 شوف. الان يا اخواني اعطيكم من هو افضل لاعب في العالم حاليا، وجهة نظري فقط. كريستيانو رونالدو عندما انتقل لليوفي يعني خدا وقت طويل باش يتاقلم مع يوفنتوس، تقريبا توقع شهرين. وهذا يعني هذا الوقت يعني هو قليل شيئا ما او صغير شيئا ما، لكن عندما يكون عندك منافس قيمة اليوم ميسي فانه وقت طويل، لان ميسي تقريبا في شهرين ممكن يسجل 10 او 15 هدف. فلذلك يا اخواني اتوقع ان ميسي كان الافضل او استفد من هذه النقطة. لكن يا اخواني كريستيانو هو ايضا قدم مستوى ولا اروع هذا الموسم. لو لم ينتقل يا اخواني لليوفي لبقى في ريال مدريد لكان هو افضل لاعب لحد الان، لان صراحة يا اخواني يعني كريستيانو دائما يبدع في اي دوري، في اي مباراة، في اي فريق، في اي نادي. فلذلك يا اخواني اتوقع ان يعني الحاجز اللي اعطاه لكريستيانو رونالدو انه يكون اقل من ميسي هذا العام هو انتقال لليوفنتوس، لانه خدا وقت باش يتاقلم. لحد الان كريستيانو مسجل اتوقع 23 و 22 هدف في الدوري، ميسي مسجل 31. دوري الابطال ميسي اتوقع عنده 9 او 8 او 10 اهداف، كريستيانو عنده 7 او 6 اهداف على ما اظن. يعني ما قراش الاحصائيات بالضبط. كاس الملك اتوقع كل لاعب تقريبا مسجل 3 او 4 اهداف. فلذلك يا اخواني ميسي شيئا ما افضل من كريستيانو. لكن يا اخواني كاين واحد النقطه اللي كتخلي ان افضل لاعب في العالم ماشي هي الجوائز الفرديه او ماشي هو المستوى اللي كيقدمه هو كفرد، بل الجوائز الجماعيه. اذا مشى برشلونه احتفظ بدوري الابطال اتوقع ان ميسي سيفوز بجائزه افضل لاعب في العالم وجائزه البالون دور. لكن يا اخواني اذا مشى فاز يوفنتوس بدوري ابطال اوروبا فسارى ان كريستيانو رونالدو هو من سيكون افضل لاعب في العالم في نهايه الموسم ويفوز بالبالون دور السادسه. يعني هناك هذا الموسم يا اخواني منافسه بين كريستيانو رونالدو وليو ميسي. اتوقع لا يوجد هناك لاعب يا اخواني ينافس ميسي وكريستيانو هذا الموسم، عكس الموسم الماضي كان يعني لاعبين كثر يعني اللي حققوا انجازات، وكان يعني كاس العالم اللي عطى واحد الرونق كما نقولوا، او عطى يعني فرصه لبعض اللاعبين باش يقدموا مستوى وممكن يفوزوا بالبالون دور. شفنا من بينهم لوكا مودريتش. لكن يا اخواني هذا الموسم يبقى شيء واحد وهو دوري ابطال اوروبا. اذا فاز اليوفي اقول كريستيانو رونالدو افضل لاعب في العالم هذا الموسم. اذا فاز برشلونه ليو ميسي افضل لاعب في العالم هذا الموسم. المهم يا اخواني قبل ما نطول عليكم كان هذا هو مقطع اليوم. ان عجبكم المقطع لا تنسوني باللايك وبالاشتراك في القناه، ونشوفكم في مقطع جديد. مع السلامه.